انا بقى قلت اعمل معاكم تحلية رز بلبن حلوة قوي، جميلة جدا في الشتاء، ومكوناتها سهلة جدا وموجودة في اي بيت. حاجة كده جميلة وسريعة اهو. تعالوا بقى امركم على الوصفة بتاعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايكات كتير بقى وكومنتات اكتر. كومنتاتكم بتفرحني يا رب، وبتشجعني وبتحفزني وبتخليني اكمل معاكم. شكرا اولا الناس اللي متابعاني والناس اللي بتتابعني لسه جديد، ربنا يخليكم يا رب. انا النهارده بقى قلت اعمل معاكم رز بلبن. معايا المكونات اهي: كوبايه سكر، وكوبايه رز، وكوبايه ميه مغليه، وكوبايه لبن سخنه. هحطهم هما وهحط السكر اهو، كوبايه الميه. اللي لسه بقى مشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وكوبايه اللبن اهو. بس كل مكوناتها سهله جدا وبسيطه خالص. في ناس بقى ممكن تطحن الرز، بس انا مش بحب اطحنه بصراحه، بحب اكله كده. رحت بقى ولعت البوتاجاز، هحط شويه على النار واقفل عليه لحد ما يستوي شويه بالبخار بتاعه. فولعت عليه تاني بقى اهو، سبته بقى لحد ما يغلي شويه. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، سهله جدا ومفيهاش اي حاجه اهو، لحد ما تخن معانا اهو. في بقى الناس بتحط كريم شانتيه برضو عادي، بس انا بعمل لكم الوصفات بتاعتنا يعني سهله جدا ومش مكلفه خالص، واللي موجود في البيت يعني بيتعمل باي حاجه. حطيت كان عندي نص كيلو لبن، هحطه اهو. هفضل اقلب شويه لحد ما يتخن معانا زي ما انتوا شايفين معايا كده. لو عايزه تضيفي اي حاجه تانية عادي ممكن اهو. تخن معانا ازاي؟ هنسيبه يغلي بس شويه كده. هنحط بقى كيس الفانيليا، فضيناه اهو. هقلب شويه كمان. واو، حاجه كده جميله. هو كده اصلا محتاج اكل ونوم ونوم واكل، اكتر من كده لا. جبت بقى نص كوبايه ميه واحط نشا اهو. حطيت 3 معالق واقلبهم شويه مع بعض. لحد كده ما النشا يدوب مع الميه اهو. هفضل اقلب شويه كده لحد ما يدوبوا. حطيت كمان معلقه لبن بودره اضافيه، عايزين تحطوها حطوها، لو مش عايزين براحتكم. كانت متوفره عندي قلت اما احطها. في ناس بتحط كريم شانتيه حلوه برضو. هفضيها اهوت على الرز بلبن، هقلب شويه اهو. اللي لسه بقى مشتركش في القناه يا حبايبي شجعوني كده عشان اكمل معاكم. بجد كومنتاتكم بتفرحني جدا والله العظيم اهو. ايوه كده لحد ما يتخن معانا شويه. سيبته بقى شويه لحد ما يغلي.
بيغلى اهو. شفتوا الجمال، شفتوا الحلاوة ولا الريحة فظيعة. وصفة سهلة جدا ومش مكلفة خالص. وكده خلاص خلصت معانا. هنفضيها بقى في الاطباق بتاعتنا اهو. حاجة كده جميلة وطعمها يتجنن بصراحة اهو. تعالوا بقى اتفضلوا معانا. وصفة سهلة وبسيطة خالص ومكوناتها كلها في اي بيت. في ناس بقى بتضيف عليها مكونات تانية عادي برضك. احنا بنعمل الحاجة كده على قد الايد. وكده خلصنا الكمية بتاعتنا. ممكن بقى تحطوا عليها مكسرات مثلا زبيب، جوز هند، اي مكسرات عندكم حطوها. انا كمان ما بحبش الحاجات ديت ولا حتى جوز الهند. فعملت 3 اطباق بس كده. رز اسمه ايه، جوز الهند. انا بقى سبت لي الطبقين دول عشان مش بحب عليهم اي حاجه. اللي بقى عنده زبيب يحط عادي واللي مكسرات تانية عادي. انا كمان ما بحبش المكسرات خالص فقلت مش هحط. لقيت عندي شوكليت شيبس قلت اما احط بقى في الطبقين بتوعي. والطبقين والاطباق دي كمان مش مشكله صعبوا عليا قلت اما احط لهم معايا. أمم. حاجه كده جميله يا جدعان. جربوه. جربوا الوصفه ديت سهله جدا والله مش مكلفه خالص اهو. وكده بعد ما خلص معانا حاجه كده جميله بألف هنا والشفا يا رب على اللي ياكلهم. اللي لسه بقى مشتركش في القناه يا حبايبي يشترك. ولايكات بقى كتير وكومنتات اكتر. ودايما كده يا رب تشجعوني. ربنا يديمكم يا رب في حياتي. تعالوا بقى اتفضلوا معايا اهو. ايه. يلا باي باي اشوفكم على خير.